السلام عليكم حبايبنا الغاليين طلاب تالتة سنة وأزهر المجتهدين في كل مكان. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أفضل حال. أهلا بك يا صديقي في استكمال ماراثون مكثف ثلثي المنهج المكثف اللي اتعمل بأمر ربنا سبحانه وتعالى وبفضل ربنا سبحانه وتعالى بما يتوافق مع امتحانات الثانوية الأزهرية في نهاية العام. في المحاضرة التانية إن شاء الله هنتكلم عن الفصل التاني في المنهج بعنوان التنسيق الهرموني، فكالعادة سمي الله وصلي على النبي وحضر كوباية الشاي الجميلة ويلا بينا. أول جزء عندي يا صديقي في الفصل بيتكلم عن الهرمونات في النبات. أول حاجة هتكلم عنها في الهرمونات في النبات هو الاكتشاف. مين اللي اكتشف الهرمونات في النبات؟ اللي اكتشف الهرمونات في النبات يا صديقي هو العالم الجليل بويسون جونسون. القصة اللي كلنا عارفينها من تانية ثانوي لما كنا بندرس الإحساس، لما جه العالم الجليل بويسون جونسون وكان بيجري التجارب بتاعته على نبات الشوفان. عمل ايه بويسون جونسون؟ بويسون جونسون أثناء دراسته للتجارب بتاعته على نبات الشوفان لاحظ إن الجزء العلوي من الساق اللي هو بنسموه القمة النامية أو بنسموه منطقة الاستقبال أو البراعم النباتية طلع مواد كيميائية. المواد الكيميائية ديت يا دكتور مشت مع الساق لحد ما وصلت لأجزاء أخرى فأثرت فيها وسببت حدوث الانتحاء. أطلق عليها بويسون جونسون لفظ الأكسجينات اللي كان أشهرها برافو عليك أندول حمض الخليج. ولكن يا صديقي العزيز بويسون جونسون لم يكتفي بهذا القدر، علشان كده نبقوا مركزين مع بعض. شوية معلومات لازم تكون عارفهم كويس جدا جدا في الهرمونات في النبات. إن القمة النامية دي بيسموها منطقة الاستقبال. ليه؟ لأن هي اللي بتستقبل المؤثر زي ضوء الشمس. ولكن المنطقة اللي حصل فيها الانتحاء، شوف أنا بقول اللي حصل فيها الانتحاء دي بيسموها منطقة الاستجابة، لأن دي المنطقة هي التي استجابت لفعل أو تأثير الأكسجين. ده رقم واحد. رقم اتنين يا صديقي، رقم اتنين بويسون جونسون أكمل تجاربه علشان يثبت أن القمة النامية هي مصدر الأكسجين. فأول حاجة عملها بويسون جونسون أن مسك النبات بتاع الشوفان وقطع القمة النامية وعرضه للضوء فلم يحدث انتحاء، وده دليل على أن القمة النامية هي مصدر الأكسجينات. لم يكتفي بويسون جونسون بهذا القدر، ده بويسون جونسون قام جاب نبات الشوفان وعرضه للضوء من جميع الاتجاهات. نفس الفكرة، لم يحدث انتحاء لأن الشرط كان إن يكون التعرض للمؤثر من اتجاه واحد علشان يختلف توزيع الأكسجينات. ما هو السبب أصلا يا صديقي وخدناه في الحركة في المحاضرة اللي فاتت، السبب في حدوث الانتحاء أو الانحناء هو اختلاف توزيع الأكسجينات على جانب كل من الساق والجذر. يبقى في حالة قطع القمة النامية ما يحصلش انتحاء. طب يا دكتور في حالة تعريض النبات للضوء من جميع الاتجاهات ما يحصلش انتحاء ويحصل النمو بشكل رأسي وعمودي عادي جدا. طب يا دكتور ايه رأيك لو جينا على القمة النامية وحطينا عليها غطاء شفاف مرة ومرة حطينا عليها غطاء أسود؟ لو حطيت عليها غطاء شفاف هيحصل انتحاء عادي جدا، لأن القمة النامية هتستقبل المؤثر عادي جدا لأنه مش هيحجب مثلا ضوء الشمس عنها. ولكن مثلا لو حطيت عليها غطاء أسود وليكن مثلا قطعة قماش لونها اسود هتحجب وصول المؤثر فمش هيحصل انتحاء. طب السؤال، ايه رايك يا دكتور لو انا جيت قطعت القمه الناميه ولزقتها في الساق تاني، يحصل انتحاء ولا ما يحصلش؟ يحصل. طب ايه رايك لو انا حطيت فاصل ما بين القمه الناميه والساق، يحصل انتحاء؟ انا اقول لك على حسب ايه؟ على حسب طبيعه الفاصل اللي انت حاطه. هل هو مادة عازلة هتمنع نفاذ الأكسجين من القمة النامية للساق ولا لا؟ يعني مثلا زي ما جالك في الكتاب، ايه رأيك لو حطينا مادة من الجيلاتين بين القمة النامية والساق؟ يحصل انتحاء عادي جدا. لكن لما كنا بنحط صفيحة معدنية من معدن زي معدن المايكا اللي خدتوه في الجيولوجيا ما بيحصلش انتحاء. يبقى وده معناه انه لا يشترط وجود اتصال مباشر ما بين القمة النامية والساق، مش شرط، بس الشرط ان المادة اللي تكون الفاصلة ما بينهم تكون مادة منفذة، يعني مادة تسمح بنفاذ الأكسجين من القمة النامية للساق عادي جدا. ده الجزء الأول بتاع الهرمونات في النبات اللي اتكلم عنه بويسون جونسون اللي هو اسمه الأكسجينات. يبقى أنا لو عايز أعرف الأكسجينات، الأكسجينات ليست إلا مواد كيميائية. حلو.
اتفرزت منين؟ اتفرزت من القمة النامية. حلو، وراحت فين؟ لمناطق أخرى، لمنطقة الاستجابة، فسبب الحدوث الانتحار. سؤال كمان مهم جدا، هو ليه يا دكتور الأكسجينات بتتفرز من القمة النامية؟ لأن النبات ما عندوش غدد خاصة، النبات ما عندوش غدد زي الإنسان والحيوان، ما عندوش كبد وما عندوش بنكرياس وما عندوش غدة درقية وما عندوش غدة قذرية، ما عندوش غدد خاصة. وبما ان النبات لا يحتوي على غدد خاصه، فلذلك كان مصدر الاكسجينات هو مين؟ برافو عليك، كان مصدر الاكسجينات هو القمه الناميه. الوظائف بتاعتها طبعا تنظيم تتابع نمو الانسجه وتنوعها، التحكم في موعد تفتح الازهار ونضج الثمار وتساقط الاوراق. ده بالنسبه لجزء بسيط جدا جدا وسهل جدا، الا وهو الهرمونات في النبات او الاكسجينات. تعالى نتكلم مع بعض عن الهرمونات في الحيوان، ونبدا الاول بالاكتشاف كالعاده. هم ازاي اكتشفوا الهرمونات في الحيوان؟ في المنهج القديم كان عندك عالمين، واحد اسمه كلاود بيرنر وواحد اسمه ستارلينج. في المنهج الجديد امشالوا كلاود بيرنر وخلوا ستارلينج. اللي اكتشف الهرمونات في الحيوان ستارلينج. ستارلينج الراجل ده كان بيعمل تجاربه فين؟ ستارلينج الراجل ده كان بيعمل التجارب بتاعته على البنكرياس. اثناء ما بيعمل التجارب بتاعته على البنكرياس الاخ ستارلينج لاحظ حاجة غريبة جدا، ان البنكرياس بيفرز عصارته اللي اسمها العصاره البنكرياسيه اللي احنا اخدناها في سنه تانية ثانوي، اللي كانت عباره عن بيكربونات الصوديوم وانزيم اسمه تريبسينوجين كان بيتحول لتريبسين، وانزيم اسمه انتيروكاينيز، وانزيم اسمه لايبيز. ملناش دعوه بيها دلوقتي، ده كنا واخدينها في الهضم. ان البنكرياس بيفرز عصارته البنكرياسيه دي اوتوماتيك مباشره كده اول الطعام ما يوصل للاثنى عشر، من غير ما حد يقول لي البنكرياس حاجه، البنكرياس اوتوماتيك بيشتغل. فستارلينج في الوقت ده اللي جه في دماغه قال يا عم الحاج ده اكيد لازم ولابد ده الجهاز العصبي، لان احنا في الوقت ده ما نعرفوش غير جهاز واحد هو المهيمن والمسيطر على الجسم اللي هو الجهاز العصبي. ستارلينج علشان يتأكد كان ذكي جدا، عمل ايه؟ قام راح على النهايات العصبية اللي بتربط البنكرياس بغيره من الاعضاء وقطعها. ليه؟ علشان يخرج البنكرياس من سيطرة الجهاز العصبي. وبالتالي هيبقى عندي احتمالين ساعتها، لو البنكرياس توقف عن افراز عصارته البنكرياسيه لما الطعام وصل لاثنى عشر ده بعد القطع، فده معناه ان الجهاز العصبي هو المسؤول عن الفعل ده. ولكن لو استمر البنكرياس بعد قطع الاتصال العصبي بينه وبين غيره من الاعضاء في افراز عصارته البنكرياسيه، فهذا يعني ان في تنبيه اخر غير التنبيه العصبي. يبقى ستارلينج علشان يتاكد كان لازم يقطع النهايات العصبية اللي بتوصل البنكرياس بغيره من الأعضاء. قطعها ستارلينج والحمد لله. لاحظ ستارلينج أن البنكرياس ما زال مستمر في إفراز عصارته البنكرياسية، وهذا إن دل فإنما يدل على إن في حاجة تانية غير الجهاز العصبي نبهت البنكرياس وحفزته لإفراز عصارته البنكرياسية. إيه هي يا دكتور؟ لاحظ ستارلينج إن بطانة الاثنى عشر طلعت مواد كيميائية. هذه المواد الكيميائية مشت مع تيار الدم بالشكل ده حتى إذا ما وصلت للبنكرياس. يعني أول ما وصلت للبنكرياس قامت حفزته ونشطته عشان يفرز عصارته على الطعام في الاثنى عشر. أطلق ستارلينج على هذه المواد الكيميائية لفظ هرمون. يا جماعة كلمة هرمون أصلا معناها المادة المحفزة والمنشطة. ما هي المادة دي عملت إيه؟ المادة دي هي اللي عملته ان هي طلعت من بطانة الاثنى عشر ووصلت للبنكرياس، قالت له خد بالك الطعام وصل الاثنى عشر وانت لازم تفرز عصارتك، فاطلق عليها لفظ هرمون والتي تعني المادة المحفزة والمنشطة. خد بالك ستارلينج ما قالناش مين الهرمونات دي، هناخدها في اخر المنهج، اللي هم السكريتين، برافو عليك، والكوليسيستوكاينين. اوكي بوكي، كلام سهل، كلام جميل جدا 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 يا دكتور والله. احنا لسه بنتكلم في المقدمة. تعالى بقى نتكلم عن جهاز الغدد الصماء. ما المقصود بالغدة الصماء؟ وبما اننا هنتكلم عن الغدة الصماء، تعالى بالمرة بقى نتكلم عن انواع الغدد. سمي الله صديقي العزيز. الغدد جوه جسمك 3 انواع، اما غدة بنقوله عليها غدة قنوية، واما غدة بنقوله عليها غدة لا قنوية، او زي ما بنسموها بمسماها الاخر الغدة الصماء، او غدة بنقوله عليها غدة مشتركة او مختلطة. الغدة القنوية من اسمها قنوية، يعني عندها قناة بتصب افرازاتها فيها. يعني تلاقي مثلا الغدة موجودة بالشكل ده، ادى الغدة وماسك فيها قناة بالشكل ده، تقوم الغدة مطلعة افرازاتها
في قناة خاصة بيها بالشكل ده. حلو. افرازها بيكون خارجي. يعني ايه خارجي؟ يعني خارج الدم، بره الدم، افرازها مش في الدم اطلاقا. ممكن يكون خارج الجسم، برافو عليك، زي الغدة العرقية وزي الغدد اللبنية وزي الغدد الدمعية. وممكن يكون داخل الجسم، برافو، زي الغدد اللعابية. يبقى الغدة القنوية افرازها دايما خارجي خارج الدم، قد يكون خارج الجسم زي كذا وكذا وكذا زي ما قلنا، وقد يكون داخل الجسم. يعني ممكن تكون خارجي خارج، وممكن تكون، برافو عليك، خارجي داخلي. اما الجزء الثاني هو الغدة الصماء او اللا قنوية، غدة ما عندهاش قنوات خاصة تصب افرازاتها فيها. امال بتصب افرازاتها فين؟ بتصب افرازاتها في الدم مباشرة، ولذلك كان لزاما، يعني كان لازم ولابد يكون في اوعية دموية كتيرة جدا ملاصقة للغدة الصماء. عشان كده لما يجي يسألك في الامتحان علل، يتطلب وجود وعاء دموي ملاصق للغدة الصماء. ليه دايما لازم نلاقي وعاء دموي لازق في الغدة الصماء؟ والله كلام سهل، لأنها غدة لا قنوية تصب إفرازاتها في الدم مباشرة، ولذلك يتطلب وجود وعاء دموي ملاصق فيها أو يتخللها شبكة من الأوعية الدموية. حلو. طب إيه هي أصلا إفرازات الغدة الصماء؟ إفرازات الغدة الصماء حاجة اسمها الهرمونات. ما احنا قلنا لفظ هرمون معناه المادة المحفزة أو المنشطة. الهرمون ده مادة كيميائية بتتكون جوه الغدة الصماء. حلو. وبعدين الغده الصماء تقوم مطلعاها فين؟ زي ما قلنا في الدم. فيقوم الهرمون ده يمشي مع الدم مع الدم لحد ما يوصل لخلايا بنسموها الخلايا المستهدفه، فيأثر فيها. يعني ايه الخلايا المستهدفه؟ يعني الخلايا اللي الهرمون هيأثر عليها. هو الهرمون مش بيأثر على خليه، لا، الهرمون بيأثر على خلايا معينه اسمها الخلايا الهدف او الخلايا المستهدفه. شرط هذه الخلايا ان الخلايا دي بيكون عليها مستقبلات خاصه بالهرمون. ما خد بالك، ممكن الهرمون على فكره يكون جوه جسمك بيتفرز عادي جدا، ومع الرغم من ذلك تأثيره مش بيبان لأن مستقبلاته مش موجودة. زي مثلا في واحد مريض سكر، عافانا الله وإياكم جميعا، يعني بنكرياسه شغال بيطلع أنسولين، ولكن هو مريض سكر. ليه؟ لأن المستقبلات بتاعة الأنسولين مش موجودة على الخلايا. حلو. أما النوع الثالث من الغدد فالغدد المشتركة والمختلطة، وسموها مشتركة ومختلطة لأنها يعني، برافو عليك، مشتركه ما بين القنويه واللا قنويه. تلاقي عندها جزء غدي قنوي، يعني عندها جزء بيفرز في قنوات خاصه، بيفرز مثلا عصاره هاضمه او انزيمات، وجزء بيطلع هرمونات في الدم. ودول مين هم؟ مفيش غيرهم، اهو هقولهم لك: البنكرياس، برافو عليك، والخصيه والمبيض والقناه الهضميه. الاربعه دول خليك فاكرهم، دول الغدد المشتركه او المختلطه جوه الجسم. تعالى بقى نتكلم عن خصائص الهرمونات. أول خاصية من خصائص الهرمونات أن الهرمونات تفرز بكميات محدودة جدا، وده سؤال مهم جدا. علل هو ليه الهرمون لازم يتفرز بكميات محدودة؟ قال لي الهرمون علشان يؤدي وظيفته على أحسن وعلى أكمل وجه كان لازم يتفرز بكميات محدودة، لأن لا قدر الله لو حصل زيادة أو حصل نقص في إفراز الهرمون، هذا النقص أو هذه الزيادة ينتج عنها حالة مرضية. هذه الحالة المرضية تختلف باختلاف، برافو عليك، المرحلة العمرية. يعني مثلا الجي اتش لما بيزيد في الأطفال كان بيعمل لي عملاقة، ولما يزيد في البلوغ يعمل لي أكروميجالي. خد بالك الاثنين زيادة، بس المرضين مختلفين لأن الحالة العمرية أو السنية اختلفت، المرحلة العمرية اختلفت. معظم الهرمونات من النوع المحفز. ما خد بالك في كلمة اسمها محفز وكلمة اسمها مثبط. محفز ده يعني منشط. ليه معظم الهرمونات من النوع المحفز؟ قال لي لان الهرمون ده بيطلع يا اما بيحفز غده تانية او بيحفز اعضاء تانية جوه الجسم. كيف توصل العلماء لمعرفه الكثير عن خصائص الهرمونات؟ طبعا عن طريق دراسه الاعراض التي تظهر على المريض نتيجه استئصال الغده او تورمها وغيره. تعال نكمل بقى خصائص الهرمونات برضو مع بعض ووظائف الهرمونات. اول حاجه مواد كيميائيه، قد تكون بروتينيه وقد تكون دهنيه، وركز لي في الكلام ده. كل الهرمونات اللي عندك في منهجك هرمونات بروتينية، عدا 7 هرمونات. عدا كم هرمون؟ عدا 7. مين هم؟ هرمونات قشرة القذرية. مين هم هرمونات قشرة القذرية؟ كورتيزون وكورتيكوستيرون والدوستيرون، ادي 3 هم. والهرمونات الجنسية 2 ذكرية، تستوستيرون واندروستيرون، يبقى كده 5. و2 انثوية، استروجين وبروجستيرون، يبقى كده 7. اي هرمون تاني غير الهرمونات ال7 دول يبقى ده هرمون بروتيني. هو انا لازم اعرف ايه الهرمون الدهني والبروتيني ده هيفيدني في ايه يا دكتور؟ بص يا عم الحاج،
الهرمون البروتيني ده يمكنه ان يذوب في بلازما الدم، لان احنا عارفين من تانية ثانوي ان بلازما الدم 90% منها ميه، ولكن ما يقدرش يعدي من غشاء الخليه، فتلاقي مستقبله موجود على السطح، اللهم الا الثيروكسين مستقبله في الداخل. لكن الهرمون الدهني ما بيدوبش في بلازما الدم، عشان كده بيحتاج حاجه اسمها كارير او حامل، ومستقبلاته موجوده داخل الخلايا بالقرب من النواه جوه. ملناش دعوه بالقصه دي. تفرز بكميات محدوده، قلنا تقدر بالمايكرو. تؤثر الهرمونات على الوظائف الحيويه، زي مثلا بتحكم في النمو، بتتحكم مثلا في الاتزان الداخلي للجسم. يعني قيم المعادن والسكر، ومثلا كميه الميه دي اسمها الحفاظ الداخلي للجسم. بتتحكم مثلا في النضج الجنسي زي الاف اس اتش والال اتش، هي اللي بتتحكم ان الشخص يكون عقيم ولا يكون قادر على الانجاب. بتتحكم في حاجات كتير جدا، حتى سلوك الانسان، الشعور بالغضب والثوره والاثاره والقتال والخجل كمان، انك تبقى مكسوف. كل ده سببه هرمونات. ونمو العاطفي، فكره الهرمونات اللي هي ايه، فاكر قصه حموكشه اللي كنت بحكيها لك، تقول لك ايه، بالليل خد دبلتك ومش عايزين نعرف بعض، واخر النهار وتاني يوم الصبح تقول لك حبيبي يا حموكشه وحشتني، اللي هو هرمونات يعني. كلام جميل، كلام جميل. يلا بينا بقى نتكلم عن أول غدة عندنا في المنهج، ألا وهي الغدة النخامية. فركز كده وسمي الله وصلي على النبي واستعن بالله ولا تعجز. أول معلومة كنا أخدناها مع بعض عن الغدة النخامية، إن الغدة النخامية بتتكون من جزئين. الجزء الأول هو الجزء الغدي، والجزء الثاني هو الجزء العصبي. أولا تعالى نفتكر مع بعض كده شكل الغدة النخامية. الغدة النخامية يا دكتور كانت بتبقى موجودة أسفل المخ، متصلة بمنطقة اسمها منطقة تحت المهاد أو منطقة الهايبوثالاموس، وده كان بيبقى شكلها بالشكل ده هو. عبارة عن منطقة اهي بنسموها منطقة القمع، أو بنسموها منطقة العنق، أو عنق الغدة النخامية. وفص قدام بنقوله عليه فص أمامي، وفص ورا بنقوله عليه فص خلفي، وما بينهم في النص فص كنا بنقوله عليه فص وسطي. الجزء الغدي ده كان عبارة عن الفص الأمامي والفص الوسطي، والجزء العصبي كان عبارة عن المنطقة اللي فوق دي اسمها منطقة القمع أو عنق الغدة النخامية والفص الخلفي. ده التركيب الأول. أنا عايز أعرف الأول كم معلومة عن الغدة النخامية قبل ما أخد هرموناتها. معلومة مهمة جدا عن الغدة النخامية، إن إحنا كنا بنسموها مايسترو الغدد أو كبيرة الغدد الصماء داخل الجسم. وده لان الغده النخاميه كانت بتطلع مجموعه من الهرمونات كانوا بيتحكموا في معظم الغدد الصماء التانية، زي مثلا هرمون تي اس اتش ثايرويد، او ثايرويد ستيميوليتنج هرمون، الهرمون المنبه للغده الدرقيه. اي سي تي اتش الهرمون المنبه لقشر الغده القذريه. اف اس اتش وال اتش المنبهين للمناسل اللي هم الخصيه والمبيض. البرولاكتين المنبه للغدد اللبنيه. يبقى الله يكرمك بيسموها مايسترو الغدد لانها تتحكم في معظم افراز الغدد الصماء الاخرى. هرمونات الجزء الغدي الاول، اول هرمون عندي كان اسمه هرمون الجي اتش او هرمون النمو. الراجل ده كان ماله يا دكتور؟ كان بيتحكم في معدل الايض. يعني ايه؟ ما هو الايض هدم وبناء، ده كان بيتحكم في ايه؟ لا ده كان بيتحكم في البناء. بناء ايه بالظبط؟ تحديدا بناء البروتين، عشان كده هو المسؤول على النمو. حلو. الراجل ده كان المفروض ان هو في الاطفال بيبقى زايد نسبيا، ومع الوصول لمرحله البلوغ بيبتدي يقل. ولكن قلنا ان اي هرمون لازم يتفرز بكميات محدوده، لانه لو حصل زياده او نقص في افرازه هينشا عن الزياده او النقص دي حاله مرضيه. هذه الحاله المرضيه تختلف باختلاف المرحله العمريه. ايه هي امراض هرمون الجي اتش؟ امراض هرمون الجي اتش الاول في مرحله الاطفال، مرحله الطفوله، لو زاد يعمل عملاقه، ان الشخص طوله يعدي المترين، ولو جل يعمل قزامه. طب في مرحله البلوغ، في مرحله البلوغ لو زاد بيعمل مرض اسمه اكروميجالي، مرض اشرف بتاع مسلسل كبير الفنان الجليل، يعني لا اتذكر اسمه صراحه. ايه مريض الاكروميجالي؟ مريض الاكروميجالي تبص عليه تلاقي ان عظام وجهه متضخمه، عظام الوجه دي متضخمه، وعنده استطاله في الاجزاء البعيده من العظام الطويله زي عظام اليد والقدم، تلاقي الاصابع فيهم متضخمه ما شاء الله يعني.
فهو ده مريض الاكروميجالي. ليه اعراض تانية بتدرسها في طب ولكن مش عليك. طب يا دكتور، واحد ذكي بقى مسألني سؤال، طب ايه رأيك لو هرمون الجي اتش ده قل في مرحلة البلوغ؟ نقول له طبيعي، ما هو اصلا الطبيعي ان هرمون الجي اتش لما بنوصل لمرحلة البلوغ بيقل، لكن اللي مش طبيعي ان هو يزيد. الهرمونات المنبهة للغدد. الهرمونات المنبهة للغدد، اول هرمون اسمه هرمون التي اس اتش. هرمون التي اس اتش ده بيطلع من الفص الامامي الغدة النخامية علشان ينبه غدة تانية اسمها الغدة الدرقية عشان تفرز هرمون اسمه الثيروكسين. خد بالك، الدرقية بتطلع هرمونين، واحد اسمه ثيروكسين وواحد اسمه كالسيتونين. اللي بيخضع فيهم لتأثير التي اس اتش هو الثيروكسين، لكن الكالسيتونين مش بيتأثر بالتي اس اتش. الكالسيتونين افرازه بيتوقف على نسبة كالسيوم الدم. حلو. تاني هرمون اسمه هرمون الاي سي تي اتش. هرمون الاي سي تي اتش ده بيروح يأثر على حاجة اسمها قشرة الغدة القذرية. قشرة الغدة ايه؟ القذرية. الغدة القذرية دي هناخدها كمان شوية. بتتكون من جزئين، جزء خارجي بيسموه القشرة وجزء داخلي بيسموه النخاع. او بقى ده بيروح يأثر على القشرة، فعشان كده لما يجي يقول لك هرمون يؤثر على جزء فقط من غدة صماء يبقى الاي سي تي اتش. عشان تطلع هرمونات هناخدهم. عشان كده الاي سي تي اتش ده يقول لك هرمون يشتغل على الكلية بس بصورة غير مباشرة. ازاي يشتغل على الكلية بس بصورة غير مباشرة؟ لان هو بيأثر على قشرة القذرية، وهنعرف قدام كمان شوية ان قشرة القذرية بتطلع هرمون اسمه هرمون الالدوستيرون. الالدوستيرون ده بيروح يعمل اعادة امتصاص للصوديوم ويطرد البوتاسيوم، بيشتغل على نفرون الكلية. حلو. الهرمون الثالث اسمه هرمون البرولاكتين. بص برولاكتين انتاج وتكوين. انتاج وتكوين ايه؟ الراجل ده بيروح يشتغل على الغدد الثدييه فينبه عمليه انتاج وتكوين اللبن في الغدد الثدييه. عشان كده ده بيبقى شغال اثناء الحمل، برافو، وكمان بعد الولاده. الهرمونات المنبهه للمناسل، ودول هرمونين، هرمون اسمه هرمون الاف اس اتش وهرمون اسمه ال اتش. اف اس اتش ليه دور في الذكر وليه دور في الانثى، وكذلك ال اتش ليه دور في الذكر وليه دور في الانثى. تعال الاول على الاف اس اتش. الاف اس اتش دوره في الذكر ان هو بينبه عمليه تكوين الانيبات المنويه والحيوانات المنويه. عشان كده بيعرف الاف اس اتش في الذكر بهرمون الخصوبه، من غيره الذكر يبقى عقيم. وفي الانثى كان بيكون حاجه اسمها حويصله جراف. ما احنا خدنا في التكاثر لما بنيجي ندرس قطاع عرض في المبيض كان بيبقى المبيض مليان بالاف من الحويصلات الصغيره اللي بيحصل لها نمو تحت تاثير الاف اس اتش، وبتتحول لحاجه اسمها حويصله جراف اللي بيبقى جواها خليه بيضيه ثانويه. عشان كده الاف اس اتش في الانثى يعرف باسم الهرمون المحوصل، يعني المنبه لتكوين حويصله جراف. طب ال اتش في الذكر بينبه تكوين الخلايا البينيه. برافو، هي مش يا دكتور هي الخلايا البينيه ديت اللي بتفرز هرمون التستوستيرون والاندروستيرون؟ ايوه. يعني في علاقه ما بين ال اتش وظهور صفات الذكوره؟ ايوه، بس علاقه غير مباشره. العلاقه ان هو بيطلع يكون الخلايا البينيه، والخلايا البينيه تطلع التستوستيرون والاندروستيرون يروحوا هم يظهروا صفات الذكوره. حلو. وفي الانثى بيفجر جراف، يعني يفجر جراف دي وبقايا جراف تعمل حاجه اسمها الجسم الاصفر. حلو. عشان كده اقول لك الاف اس اتش والال اتش ضروريان لاكتمال التكوين الجنسي لدى الافراد. ده بالنسبه لهرمونات الجزء مين؟ الغدي. هرمونات الجزء العصبي بقى، اولا هو ليه اصلا سموه الجزء العصبي؟ ركز لي عشان الكلام اللي هنقوله دلوقتي مهم جدا. سموه الجزء العصبي لان الجزء ده هرموناته اصلا لا تفرز من الفص الخلفي. مش الجزء العصبي ده عباره عن المنطقه اللي اسمها القمع او العنق العصبيه او عنق الغده النخاميه والفص الخلفي. ده هرموناته بقى ما بتتفرزش من الفص الخلفي. امال بتتفرز منين؟ بتتفرز عن طريق خلايا عصبيه موجوده في منطقه تحت المهاد اسمها الخلايا العصبيه المفرزه. امال الفص الخلفي دوره ايه؟ الفص الخلفي دوره ان هو يستقبل الهرمونات اللي جايه من الخلايا العصبيه المفرزه في منطقه تحت المهاد ويخزنها ويحررها حين الحاجه اليها. حلو الكلام. طب دول كام هرمون؟ 2. اول هرمون يا دكتور اسمه هرمون الاي دي اتش، الانتي دايوريتك هرمون او الهرمون المضاد لاضرار البول. الهرمون ده بيروح يشتغل على ايه؟ بيشتغل على نفرون الكليه. خدنا طبعا في تانية ثانوي عمليه اسمها عمليه، برافو عليك، اسمها عمليه استخلاص مين؟ استخلاص البول. اثناء الجزء الثاني من استخلاص البول اللي هو اعاده الامتصاص الاختياري
بيجي هرمون الاي دي اتش يشتغل على نفرونات الكليه، يعمل اعاده امتصاص للميه، ياخد الميه من نفرون الكليه ويرجعها للدم. فبالتالي بيعمل شويه حاجات. ما هو لما ياخد الميه من نفرون الكليه ويرجعها للدم، كميه البولي اللي طالعه تقل، بس تركيز البولي يزيد، يعني اسموزيته تزيد. ويحصل العكس مع الدم، ما هي الميه رجعت للدم، حجم الدم يزيد بس اسموزيته تقل. ولما حجم الدم يزيد، خد بالك ان ضغط الدم بيزيد. حلو. الهرمون اللي اسمه الاي دي اتش ده ليه اسم تاني اسمه في اتش، فازوبريسين، القابض للاوعيه الدمويه. خد بالك هما هرمون واحد. ايه القابض للاوعيه الدمويه؟ الراجل ده بيروح على جدران الاوعيه الدمويه فبيعمل فيها انقباض، فبيرفع ضغط الدم. عشان كده لما يجي يسالك هرمون يستطيع رفع ضغط الدم بطريقتين مختلفتين، يبقى هرمون الاي دي اتش. بيرفع ضغط الدم عن طريق ان هو بيعمل اعاده امتصاص للميه فيزود حجم الدم فيزود ضغطه، وعن طريق ان هو بيعمل انقباض في جدران الاوعيه الدمويه فبيرفع ضغط الدم. الاي دي اتش يزيد امتى؟ يزيد لما تكون محتاج الميه وانت صايم، في ساعات الصيام المتاخره، في الحر الشديد، اثناء ماراثون رياضي مثلا وانت بتعرق كتير فما ينفعش تطلع بول علشان يحصل بالانس او توازن يعني. ويقل في العكس في الشتاء، تلاقيك بتدخل الحمام كتير بسبب ان الاي دي اتش قليل. الهرمون الثاني يا دكتور اسمه هرمون الاكسيتوسين. هرمون الاكسيتوسين ده هرمون بيشتغل على مكانين. المكان الاول مكان الرحم، ان الراجل ده بيروح في نهاية الحمل ويعمل انقباض في العضلات الملساء اللي موجودة في جدار الرحم، اللي هو بيسموه طلج الولادة. عشان كده لما يجي يسألك هرمون يستخدمه الأطباء في حالات الولادة المتعثرة، أكسيتوسين، حقنة الطلج يعني. علشان كده لو الأكسيتوسين زاد بكمية كبيرة نتيجة مثلا لإصابة بورم في منطقة تحت المهاد أو الغدة النخامية، وزاد بصورة كبيرة في الشهر الرابع، يحصل إجهاض مثلا. هرمون الأكسيتوسين ده بيشتغل على مكان تاني، الغدد الثديية، بيعمل اندفاع. خد بالك أنا قلت اندفاع للبن، اللي كون اللبن وانتجه برولاكتين، بس اللي خلاه ينزل من الثدي استجابه لعمليه الرضاعه هو الاكسيتوسين. الغده الثانيه هي الغده الدرقيه. الغده الدرقيه بيسموها غده النشاط والحيويه. وده ليه يا عم الحاج؟ لانها بتطلع هرمون اسمه هرمون الثيروكسين، بيتحكم في معدل الايض الاساسي اللي هو الهدم تحديدا يعني. مكانها فين الغده الدرقيه؟ مكانها هنا في الجزء الامامي من الرقبه، ملاصقه للقصبه الهوائيه. الغده دي شكلها عامل كده، تلاقيها مكونه من فصين بالشكل ده، بيفصل من بينهم منخفض بيسمى البرزخ، وهي غده حويصليه. خد بالك من حته حويصليه دي، لان انت عندك خلايا الحويصليه ذكرت في الهرمونات عندك في موضعين. الموضع الاول في الغده الدرقيه والموضع الثاني في البنكرياس. بس الفرق ان الخلايا الحويصليه اللي في الغده الدرقيه شغاله كغده لا قنويه، ولكن اللي في البنكرياس تعمل كغده قنويه ومحاطه بنسيج ضم. الغده الدرقيه بتطلع هرمونين، اول هرمون فيهم اسمه هرمون الثيروكسين. اول معلومه عن الثيروكسين ان الثيروكسين ده بيحتاج في تكوينه عنصر اليود، عباره عن احماض امينيه زائد عنصر اليود. علشان كده تلاقي ان الثيروكسين يكون زايد شويه في الناس اللي هم سكان السواحل والمناطق والشواطئ، علشان اليود متوافر بكثره سواء حتى في نسيم البحر او في المأكولات البحريه، وتلاقي قليل في المناطق اللي هي في الصعيد، في اللي فيها جفاف ودرجات حراره عاليه ومفيش يود كتير. طب الثيروكسين ده بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعملها ان هو مسؤول عن سلامه الجلد والشعر. فلو الثيروكسين قل تلاقي الشخص بدأ شعره يقع، تساقط في الشعر، وجلده يبقى جاف ويحصل تشققات في الجلد. ماشي. رقم 2، يتحكم في معدل الايض الاساسي اللي هو تحديدا الهدم. خد بالك، عشان كده لما الثيروكسين بيزيد الهدم بيزيد، فتلاقي الشخص رفيع، الحرق عالي عنده. ولما الثيروكسين يقل الحرق يقل والهدم يقل، فتلاقيه تخين. مسؤول عن امتصاص السكريات الأحادية اللي هم الجلوكوز والفركتوز مثلا. طبعا في سكريات تانية يعني جلاكتوز، في ريبوز، يبقى جلوكوز فركتوز جلاكتوز ريبوز. عشان كده اقول لك هل من الممكن للثيروكسين ان يرفع نسبة السكر في الدم؟ ايوه، بصورة غير مباشرة، عن طريق ان هو بيحفز امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية فيقوم رافع سكر الدم. والله كلام جميل جدا. مسؤول طبعا عن تطور القوى العقلية والبدنية. الهرمون الثاني اسمه هرمون الكالسيتونين. من اسمه
كالسيتونين، يعني الراجل ده بيتحكم في نسبة الكالسيوم. الراجل ده وظيفته ايه؟ الراجل ده بيشتغل ان هو يقلل نسبة الكالسيوم في الدم. طب ازاي بيقلل نسبة الكالسيوم في الدم؟ سمي الله وانا اقول لك. الراجل ده بيقلل نسبة الكالسيوم في الدم بثلاث طرق. الطريقة الأولى ان هو بيسحب الكالسيوم من الدم ويقوم مرسبه في العظم. والطريقة الثانية ان هو بيقلل امتصاصه من الأمعاء أثناء امتصاص الغذاء. والطريقة الثالثة ان هو بيقلل إعادة امتصاصه من الكلية أثناء عملية إعادة الامتصاص الاختياري في استخلاص البول، بيخليه يطلع مع البول ما بيرجعوش. حلو. أمراض الغدة الدرقية تسمى بالتضخم أو الجويتر، وده في منه نوعين: التضخم البسيط أو الجويتر البسيط، والتضخم الجحوظي. خلينا الأول نشرح مع بعض كده التضخم البسيط بكل اختصار يا صديقي. التضخم البسيط سببه إن الراجل ده بيكون عنده نقص بسيط في إفراز الثيروكسين. طب وهو إمتى يحصل أصلا نقص بسيط في إفراز الثيروكسين؟ يحصل نقص بسيط في إفراز الثيروكسين لو نسبة اليود قلت في الطعام والشراب. عشان كده ده علاجه سهل وبسيط. علاجه ان انا بنعالجه عن طريق ان انا بضيف له اليود في الغذاء بتاعه، سواء بقى كان الطعام او الشراب. ولكن لو كان مهمل هيتحول هذا النقص البسيط الى نقص حاد. بدل الثيروكسين ما كان عنده قل بنسبة بسيطة، هيقل بنسبة جامدة. في الأطفال بيعمل مرض اسمه مرض القماءة، وفي البالغين بيعمل مرض اسمه مرض الميكسوديما. يبقى القماءة والميكسوديما دول بنقولوا عليهم مضاعفات التضخم البسيط. أعراضهم إيه؟ يبقى أنا لو جيت قلت السبب الأول، سواء كان القماءة أو الميكسوديما الاتنين سببهم نقص حاد في إفراز الثيروكسين، ولكن القماءة في الطفولة والميكسوديما في البلوغ. مريض القماءة بتلاقي عنده خلل في نمو جسمه، نقوله عليه كبير الرأس قصير الرقبة قصير القامة. تلاقي راسه لازقة في جسمه على طول، ما عندوش رقبة أصلا. خلل في النضج العقلي، عنده تخلف عقلي دائم بنسموه بلاهة أو عته طفولي، وتأخر في النضج الجنسي. أما الميكسوديما تعال نشرحه. احنا قلنا ان الميكسوديما سببه نقص في افراز الثيروكسين. قلنا يا جماعة لما الثيروكسين يقل الهضم والحرق يزيد ولا يقل؟ يقل. فتلاقي عنده سمنة مفرطة، تلاقيه تخين. رقم 2، لما الهضم والحرق يقل معدل انتاج الطاقة يقل، صح؟ فتلاقيه ضربات قلبه منخفضة، ويشعر سريعا بالتعب والإجهاد، يا دوب يمشي خطوتين تلاقيه بينهج. كمان انتاج الطاقة الحرارية الداخلية الناتجة عن تفاعلات الهضم تقل، فتلاقيه دايما بردان بسبب انخفاض مستوى التمثيل الغذائي. كمان لما الثيروكسين يقل هتلاقي عنده ان هو قلنا ضربات قلبه منخفضة، وكمان جلده جاف وتشققات فيه وشعره عمال بيتساقط، لان المسؤول عن سلامة الجلد والشعر هو الثيروكسين. التضخم الجحوظي بقى يا عم الحاج ده سببه زيادة افراز الثيروكسين. طب لما الثيروكسين يزيد جميل اللي يحصل العكس. لما الثيروكسين يزيد الهضم والحرق يزيد، فتلاقيه رفيع عنده نحافة مفرطة، وضربات القلب تزيد، تلاقي عنده تهيج عصبي. من اسمه تضخم جحوظي بيبقى عنده جحوظ في العينين، وتلاقي عنده تورم في الجزء الامامي من الرقبة. بعد كده عندي الجارات الدرقية. احنا قلنا الغدة الدرقية موجودة بالشكل ده، هو فصين. على كل فص من فصين الغدة الدرقية موجود كده فصين بنقولوا عليهم الغدد جارات الدرقية، يعني هم 4 فصوص بالشكل ده اهو، كل فصين منهم موجودين على فص من الدرقية. معلومة مهمة جدا، لا يمكن رؤية الغدد جارات الدرقية إلا من منظر خلفي. يعني لما نصور الغدة الدرقية من ورا، خد بالك الغدة الدرقية بتبقى جاية كده على القصبة الهوائية ومنفصلة من الخلف. الجارات الدرقية بتطلع هرمون اسمه ايوه الله ينور عليك، باراثيرمون. الباراثيرمون شغال بطريقة عكس طريقة عمل الكالسيتونين. الكالسيتونين يا عم الحاج كان بيعمل ايه؟ كان بيقلل نسبة الكالسيوم في الدم. الباراثيرمون يزود نسبة الكالسيوم في الدم، عكس ال3 حاجات اللي كان بيعملهم الكالسيتونين، عن طريق ان هو بيسحب كالسيوم العظم ويرسبه في الدم، ويزود امتصاصه من الامعاء، ويزود اعادة امتصاصه من الكلية اثناء استخلاص البول.
عشان كده الباراثيرمون ده لو زاد يعمل هشاشة عظام، لانه هيفضل يسحب الكالسيوم من العظم، فتبقى العظام هشة معرضة للانحناء والكسر بسهولة. كمان لما الباراثيرمون يقل يحصل تشنجات عضلية مؤلمة، لان لما الباراثيرمون يقل الكالسيوم في الدم يقل، فتلاقي صوابعه عمالة بتتشنج وتركب فوق بعضها. علشان كده يجي يقول لك عند اجراء عملية جراحية لمريض تضخم جحوظي قام الطبيب باستئصال الغدة الدرقية، وبعد وضع المريض تحت الملاحظة لمدة 10 أيام لوحظ أنه يعاني من تشنجات عضلية مؤلمة. فسر ذلك القصة وما فيها إن الدكتور وهو داخل شال الدرقية وشال معاها جارات الدرقية، فلما شال جارات الدرقية الباراثيرمون الهرمون المسؤول عن نسبة الكالسيوم في الدم جل، فالكالسيوم جل، فتلاقي عنده تشنجات عضلية بيتشنج على طول، وصوابعه ممكن ايده تكفل ما تفتحش الا لما ياخد الكالسيوم. عشان كده بيمشي على كالسيوم مدى الحياة وكمان ثيروكسين. الغدة اللي بعد كده اسمها الغدة القذرية. الغدة القذرية او زي ما بيسموها غدتان قذريتان. ليه؟ لان هما غدتين مش غدة واحدة. بيسموهم اسم تاني بيقولوا عليهم الفوق كلوية، لان هما كل غدة منهم موجودة على كلية من الكليتين. بيسموهم غدة الانفعال. ليه بيسموهم غدة الانفعال؟ لان نخاع الغدة القذرية بيطلع هرمونين اسمهم الادرينالين والنور ادرينالين، ودول بيهيئوا الجسم ان هو يتعامل مع حالات المواقف الطارئة، زي مثلا حالة الخوف وحالة الغضب وحالة الثورة وحالة القتال وحالات الإثارة والشعور بالخجل. كل ده بتاع الادرينالين والنور ادرينالين. الغدة القذرية من حيث الناحية التشريحية لما نيجي نبص عليها هي غدة هرمية الشكل. بالمناسبة لما نيجي نبص عليها هنلاقيها مقسمة لجزئين، جزء خارجي نقوم نقوله عليه القشرة، وجزء داخلي نسموه النخاع. القشرة دي بتطلع شوية هرمونات والنخاع ده بيطلع شوية هرمونات. تعال ناخد الأول هرمونات القشرة. بس قبل ما ناخد هرمونات القشرة ما تنساش ان القشرة بتخضع تحت تأثير هرمون اسمه ACTH. هرمونات القشرة 3 مجموعات. اول حاجة اسمها مجموعة الهرمونات السكرية. اسمها ايه؟ مجموعة الهرمونات السكرية. وده هرمون اسمه كورتيزون وهرمون اسمه كورتيكوستيرون. اسمهم ايه؟ كورتيزون وكورتيكوستيرون. ودول يا دكتور وظيفتهم ان هم بيتحكموا في ايض الكربوهيدرات السكريات والنشويات. الكورتيزون والكورتيكوستيرون بالمناسبة بيزيدوا قبل الفجر على طول ويبتدوا زايدين لحد اخر النهار، مستواهم يقل، عشان كده بيكون في نشاط بعد الفجر. الهرمون التاني الهرمونات المعدنية، وده هرمون واحد اسمه الدوستيرون. الالدوستيرون ده شغال على حاجة اسمها نفرونات الكلية. بيروح على نفرون الكلية يعمل إعادة امتصاص للصوديوم، يعني ياخد الصوديوم يرجعه للدم ما يخليهوش يطلع مع البول، ويطرد البوتاسيوم بس اللي زايد عن حاجة الجسم. عشان كده لما يجي يسألك في الامتحان هل من الممكن للباراثيرمون أن يرفع ضغط الالدوستيرون أن يرفع ضغط الدم؟ ممكن جدا، لان القاعدة بتقول حيثما وجد الصوديوم وجد الماء. يعني لما الالدوستيرون ده بيعمل اعادة امتصاص للصوديوم ويرجعه للدم، الصوديوم ما بيرجعش لوحده، الصوديوم بيرجع وهو ساحب المية في ايده فيزود حجم الدم وبالتالي بيرفع ضغط الدم. اوكي. الهرمونات الجنسية دي تالت مجموعة، ودي هرمونات يا دكتور انت مش لسه بتقول ان المفروض ان في حاجة اسمها المناسل اللي بتفرز الهرمونات الجنسية؟ ايوه، ولكن قشرة القذرية بتطلع هرمونات جنسية بيكون في توازن بينها وما بين الهرمونات الجنسية الأصلية اللي جاية من المناسل. لو حصل خلل ما بين الهرمونات الجنسية اللي طالعة من المناسل اللي هم الخصية والمبيض والهرمونات الجنسية اللي طالعة من قشرة القذرية، ساعتها تظهر أعراض وصفات الذكورة على الإناث والعكس. تلاقي الولد صوته ناعم والبنت ماشية في الشارع بشنب والدنيا اتجلى بحالها. كمان قشرة القذرية لو حصل لها تورم تلاقي افرازها للهرمونات الجنسية زاد، وده يعمل حاجة اسمها تغذية راجعة سالبة، يخلي المناسل يحصل فيها ضمور، فيحصل ضمور في الغدد الجنسية. اما نخاع الغدة القذرية بقى بيطلع هرمونين بنسموهم ايه؟ بنسموهم هرموني برافو عليك، النجدة والطوارئ، اللي هم هرموني الادرينالين والنور ادرينالين.
دول هرمونين بيجهزوا الجسم ان هو يتعامل مع حالات المواقف الطارئة. اديك مثالين تفهم بيهم، مثال الكلب ومثال الحرامي. شفت كلب وانت طالع من السنتر او طالع من اي مكان، طالع من البيت، اول حاجة حصل ايه؟ والله يا دكتور قلبي وجع في رجلي، ارتفاع معدل نبضات وضربات القلب. طب وعملت ايه؟ شبشبي في ايدي وعينك ما تشوف الا النور، فجريت. وانا بنجري عايز طاقة، بيعمل ايه الادرينالين والنور ادرينالين؟ يحولوا الجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات لجلوكوز. بس انا علشان اخد الطاقة من الجلوكوز كان لازم يتأكسد، ولازم علشان اخد طاقة كبيرة يكون التنفس ده تنفس هوائي، فيقوم الادرينالين والنور ادرينالين يعملوا اتساع في الشعب الهوائيه. طب مثال الحرامي، داخل تعمل سندوتش زي ما قلنا جبنه عبور لاند الراعي الرسمي لطلاب الثانويه، فلقيت واحد حرامي في المطبخ واقف وماسك سكينه طويله كده في ايده. عملت ايه؟ ده انا بحلقت وشعر راسه واقف من الخضه. اتساع حدقة العين وانتصاب الشعر في حالات الخوف والمواقف الطارئة سببه الادرينالين والنور ادرينالين. ما تنساش كمان ان الادرينالين والنور ادرينالين بنقولوا عليهم ان هم كمان بيزيدوا في اثناء تأدية التمرينات الرياضية الشاقة. الغدة اللي بعد كده اسمها البنكرياس. اول معلومة عن البنكرياس لازم تكون عارفها، ان البنكرياس ده يعتبر غدة مشتركة او غدة مختلطة. قلت لك اول ما تسمع غدة مشتركة او غدة مختلطة يبقى مخك يترجم على طول عندها جزء غدي قنوي وعندها جزء غدي لا قنوي. الجزء الغدي القنوي بتاعها اللي هو برافو عليك الخلايا الحويصليه اللي بتفرز العصاره البنكرياسيه اللي بتتصب على الطعام اثناء مرور الاثنى عشر. والجزء الغدي اللا قنوي خلايا غديه اسمها برافو عليك اسمها جزر لانجرهانز. اسمها ايه؟ اسمها جزر لانجرهانز. جزر لانجرهانز دي نوعين من الخلايا، خلايا بنقولوا عليها خلايا الفا وخلايا بنقولوا عليها خلايا بيتا. خد بالك معظم خلايا جزر لانجرهانز من النوع بيتا، لكن الفا عددها قليل. انا عايز اعرف بقى، ماليش دعوه بالخلايا الحويصليه. ليه؟ لان الخلايا الحويصليه ده شغل ايه؟ هضم، ثانيه ثانوي الترم الاول. انا اللي يهمني بقى الخلايا الغديه اللي هي خلايا جزر لانجرهانز. اولا خلايا الفا دي خلايا عددها قليل بتطلع هرمون اسمه جلوكاجون. الهرمون اللي اسمه الجلوكاجون ده بيرفع سكر الجلوكوز في الدم، بس خد بالك بيرفع سكر الجلوكوز في الدم لحد الطبيعي. ليه؟ لان خد بالك ان الادرينالين والنور ادرينالين من شويه كانوا بيرفعوا نسبه سكر الجلوكوز في الدم ولكن فوق المعدل الطبيعي، عن طريق ان هو بيحول الجلايكوجين المخزن في الكبد ويحوله الى سكر ايه؟ الى سكر جلوكوز. يبقى ده يا عم الحاج بيرفع بس الحد الطبيعي. طب الطبيعي ده بيتراوح من كام؟ من 80 ل 120 مللي جرام لكل ديسي لتر من الدم. طب خلايا بيتا ده معظم خلايا جزر لانجرهانز من النوع بيتا، ودي بتطلع هرمون اسمه انسولين. الانسولين ده بيعمل ايه؟ بيخفض نسبة سكر الجلوكوز في الدم لحد المستوى الطبيعي اللي هو من 80 ل 120. خد بالك الهرمون الوحيد الذي يعمل على خفض نسبة سكر الجلوكوز في الدم هو الانسولين. طب ازاي يا عم الحاج الانسولين ده بيقلل نسبة السكر الجلوكوز في الدم؟ عن طريق ان هو بياخد السكريات الاحادية ويعديها من غشاء الخلية. ما هو السكر علشان يتأكسد لازم يعدي من غشاء الخلية. مين اللي بيعديه؟ الانسولين. عدا سكر واحد هو الفركتوز، مش محتاج لانسولين. عشان كده يقول لك ينصح مرضى السكر بتناول الفاكهة وعسل النحل الطبيعي. لو في عسل نحل طبيعي بنسبة 100% يفضل ان مريض السكر ياكله. وكمان الفواكه. ايوه اشمعنى؟ لان الحاجتين دول فيهم سكر اسمه فركتوز، والفركتوز هو السكر الوحيد الذي لا يحتاج الى الانسولين لكي يمر من غشاء الخلية. عشان كده مفيش اي ضرر على مريض السكر ان هو ياكل حاجات فيها فركتوز كتير زي الفواكه وعسل النحل الطبيعي. كمان الانسولين بياخد الجلوكوز ويحوله الى جلايكوجين. ما هو الجلوكوز ده المونيمر والجلايكوجين ده البوليمر، ويقوم مخزنه جوه الكبد والعضلات. او ياخد الجلوكوز يحوله الى دهون تخزن في مناطق مختلفة اشهرها تحت الجلد. علشان كده عادة ما يعاني مريض السكر من النحافة. دايما تلاقي مريض السكر رفيع كده. هتقول يا دكتور لا انا بنشوف مرضى سكر تخان. يا حبيبي في فرق ما بين واحد اتولد بالسكر
واحد جاله السكر عشان هو تخين اصلا، لان السمنه احد اسباب الاصابه بالسكر. اللي اتولد بالسكر او جاله السكر وهو مش تخين مش بسبب السمنه دايما هتلاقيه رفيع. لكن في واحد اصلا ما كانش عنده سكر ولا حاجه، ولكن السمنه الزياده في الوزن دخله في حاجه اسمها مقاومه انسولين، ومقاومه الانسولين دخلته في سكر. دي قصه ودي قصه تانية خالص. طب احنا لو عايزين نتكلم بقى عن حاجه اسمها مرض البولي السكري، تعالى بقى نشرح مرض البولي السكري. مرض البولي السكري ده سببه هو نقص في افراز هرمون الانسولين. طب ايه المشكله؟ المشكله ان لما الانسولين يقل يقوم نسبه سكر الجلوكوز في الدم تزيد. طب وايه المشكله برضه؟ ما هو لما الجلوكوز في الدم بيزيد الجسم علشان يتخلص من الزياده بياخدها ويطلعها في البول، ولما بيطلعها في البول الضغط الاسموزي اللي احنا خدناه في الفصل الاول للبول بيزيد، فيسحب كميات كبيره من الميه. فتلاقي مريض السكر يعاني من تعدد مرات التبول والعطش، تلاقيه دايما بيتبول كتير ويعطش اكتر. طب السؤال، ليه في بعض الاحيان بيعاني من مريض السكر من غيبوبه اسمها غيبوبه السكر؟ بالرغم يا دكتور من ان سبب الغيبوبه ان مفيش طاقه في خلايا الجسم، يعني زي ما بنقوله كده نامت، والراجل ده الجلوكوز عنده كتير. ما انا قلت لك هو انا باخد الطاقه من الجلوكوز ولا من اكسده الجلوكوز؟ لا، من اكسده الجلوكوز. طب ومين اللي بيحث على اكسده الجلوكوز؟ الانسولين، وهو الانسولين عنده قليل. يبقى شوف، يعاني مريض السكر احيانا من غيبوبه السكر لعدم قدره خلايا الجسم بصفه عامه وخلايا المخ بصفه خاصه على الاستفاده من اكسده سكر الجلوكوز للحصول على الطاقه. عندي بعد كده الغدد التناسليه اللي هي المناسل، الخصيه والمبيض. تعال نبدا الاول بالهرمونات الذكريه. الهرمونات الجنسيه الذكريه بيسموها الاندروجينات. الاندروجينات لان الانثويه بيسموها استروجينات، وده الهرمونين. هرمون اسمه تستوستيرون وهرمون اسمه اندروستيرون، ودول بيتفرزوا من الخلايا البينيه في الخصيه علشان يظهروا صفات الذكوره زي خشونه الصوت وقوه العضلات ونمو الشارب والشعر على الوجه وظهور تفاحه ادم عند بعض الذكور وغيره. وكمان بيشتغل على الغدد التناسليه زي الحوصلتان المنويتان والبروستاتا وغده كوبر. الهرمونات الجنسيه الانثويه بقى بيسموها استروجينات. يبقى الذكريه اندروجينات، الانثويه استروجينات، ودول 3 هرمونات. اول هرمون اسمه استروجين، وخد بالك ليه اسم تاني اسمه استراديول. اسمه ايه؟ استراديول. بيتفرز منين؟ من حويصله جراف ومن الجسم الاصفر. بيظهر صفات الانوثه زي كبر حجم الثديين وتنظيم دوره الطمس اللي هي الدوره الشهريه او البريود. هو ده اللي بيعمله الاستروجين. الهرمون الثاني اسمه بروجستيرون، وده بيتفرز منين؟ من الجسم الاصفر والمشيمه. ايه الفرق؟ بيتفرز من الجسم الاصفر من اول الحمل حتى نهايه الشهر الثالث من الحمل. بعد الشهر الثالث من الحمل ما بيخلص بيبتدي الجسم الاصفر يحصل له ضمور ويختفي وتاخد المشيمه مكانه. البروجسترون ده بيسموه هرمون الحمل، بينظم التغيرات اللي بتحصل في الثدي اثناء الحمل عند الانثى، وكمان بيزود الامداد الدموي لبطانه الرحم علشان يخلي بطانه الرحم مستعده لاستقبال الجنين. عشان كده الجسم الاصفر ده لو ضمر قبل الشهر الثالث ما بيخلص بيحصل عند الانثى اجهاض. الهرمون الثالث اسمه ريلاكسين، من اسمه ريلاكسين، ريلاكس، بيعمل ارتخاء. ده هرمون من هرمونات الولاده، بيروح على منطقه الارتفاق العاني اللي خدناه في الفصل الاول، اللي كان بيتقابل فيها نصفي الحزام الحوضي وبيعمل لها ارتخاء عشان يسهل عمليه الولاده. وده بيتفرز من الجسم الاصفر والمشيمه وبطانه الرحم. عشان كده لما يجي يقول لك هرمون يفرز من 3 انسجه غديه مختلفه يبقى الريلاكسين. اخيرا وليس اخيرا، لاننا لسه هنحل السنوات السابقه وكمان بامر الله هنحل كراسه المقالي، القناه الهضميه. القناه الهضميه غده مشتركه برضه او مختلطه، لان عندها جزء غدي قنوي بيفرز الانزيمات والعصاره الهاضمه، وجزء غدي لا قنوي بيفرز الهرمونات. انا اللي يهمني الهرمونات. من هرمونات القناه الهضميه اول هرمون اسمه جاسترين. الجاسترين ده بيتفرز من المعده ويطلع من المعده ويرجع للمعده ياثر فيها، فعشان كده هرمون يؤثر في نفس العضو المفرز ليه. هو بيطلع من ايه؟ من المعده ويؤثر في المعده عشان ينبه المعده لافراز حاجه اسمها العصاره المعديه.
تاني هرمونين سكريتين وكوليسيستوكاينين. فاكر ستارلينج لما اتكلمنا عنه قلنا ان ستارلينج لاحظ ان في مواد كيميائيه طلعت من بطانه الاثنى عشر حفزت البنكرياس. ستارلينج في الوقت ده ما كانش قال لنا مين المواد دي، هم مادتين سكريتين او هرمونين سكريتين وكوليسيستوكاينين بيطلعوا من بطانه الاثنى عشر عشان ينبهوا البنكرياس انه يفرز العصاره البنكرياسيه. بس خد بالك الكوليسيستوكاينين ليه حته زياده كده، ان الكوليسيستوكاينين بيروح يشتغل على الحويصله الصفراويه فيعمل لها انقباض عشان تفرز العصاره الصفراويه التي تستخدم في تحويل الدهون لمستحلب دهني. ده مراجعه كده بكل تفاصيلها عن الهرمونات تكفي باذن الله. يلا بينا بقى نحل مع بعض سنوات سابقه وكراسه المقال. فحضر كوبايه الشاي الجميله ويلا بينا. السؤال الأول بيقول: الهرمون الذي يعمل على تكوين الأنيبيبات المنوية، اللي كان بيكون الأنيبيبات المنوية والحيوانات المنوية كمان، ده كان هرمون اسمه هرمون FSH يتفرز من الفص الأمامي للنخامية. كلام جميل. السؤال اللي بعده: الهرمون الذي يساعد على تكوين الحيوانات المنوية، لسه قايلين أنيبيبات منوية وحيوانات منوية، يبقى FSH. السؤال اللي بعده: من الغدد التي لا تتأثر بهرمونات النخامية، الخصية لا، الخصية بتتأثر يا دكتور ب FSH و LH، والمبيض كذلك FSH و LH، والدرقية كانت بتتأثر بهرمون اسمه TSH. طب والبنكرياس؟ لا، البنكرياس يا دكتور لا يخضع تحت سيطرة الغدة النخامية. حلو الكلام، حلو الكلام. السؤال اللي بعده بيقول: من وظائف هرمون LH نضج حويصلة جراف. اللي كان بيعمل على نضج حويصلة جراف ده هرمون كنا بنقوله عليه الهرمون المحوصل، وده هرمون ال FSH. تحفيز افراز اللبن في الغدة الثديية، لا، ده البرولاكتين. افراز الخلايا البينية في الخصية، صح، ده اللي كان بيكون الخلايا البينية ويحثها على افراز هرمون، الله ينور عليك، التستوستيرون والاندروستيرون. السؤال اللي بعده: السؤال اللي بعده بيقول: احد العبارات التالية ليس صحيحا بالنسبة لمنطقة القمة النامية. منطقة الاستقبال صح، منطقة الاستجابة ابدا، تفرز الهرمونات مظبوط، تنظيم نمو الانسجة النباتية صح، يبقى اجابتي منطقة الاستجابة. الهرمون المحفز لقشرة القذرية، كان فيه هرمون بيحفز قشرة الغدة القذرية اسمه هرمون ACTH علشان ينبه قشرة الغدة القذرية لإفراز 3 مجموعات من الهرمونات اللي هم السكرية والمعدنية والجنسية. يبقى إجابتي على طول هرمون ACTH. السؤال اللي بعده بيقول: تتصل الغدة الناض بمنطقة الهايبوثالاموس. اللي كان بيتصل بمنطقة الهايبوثالاموس اللي هي يعني منطقة تحت المهاد دي الغدة النخامية. أعلل لكل عبارة ما يأتي: نقص إفراز هرمون ADH يؤدي إلى زيادة كمية البول، لأن هرمون ال ADH يعمل على إعادة امتصاص الماء من نفرونات الكلى، فعند نقصه تزداد كمية البول. عشان كده كنا بنسموه حاجة اسمها البول، لو انت فاكر، السكري الكاذب، كان سببه نقص هرمون ال ADH. تفرز الهرمونات بكميات محددة لكي تؤدي وظيفتها على أحسن وجه، لأن الزيادة أو النقص في إفراز الهرمون ينشأ عنها حالة مرضية. هذه الحالة المرضية قلنا بتختلف باختلاف المرحلة العمرية. يعني قلنا مثلا لو زاد هرمون النمو في مرحلة الطفولة بيعمل عملاقة، ولو زاد في مرحلة البلوغ بيعمل أكروميجالي. يبقى بتختلف باختلاف المرحلة العمرية. صوب ما تحته خط في كل من العبارة التالية: ينخفض هرمون الكالسيتونين عندما ينقص اليود في الغذاء. اللي كان ليه علاقة باليود ده هرمون الغدة الدرقية اللي اسمه هرمون الثيروكسين. السؤال اللي بعده: يفرز هرمون الالدوستيرون من الخلايا العصبية الموجودة في منطقة تحت المهاد والتي يؤدي إلى زيادة تقلصات عضلات الرحم. الخلايا العصبية المفرزة في منطقة تحت المهاد كانت بتطلع هرمون من 2، يا إما
هرمون، الله ينور عليك، ADH، يا اما هرمون الاكسيتوسين. طب هنا قال لك بيزود تقلصات عضلات الرحم، يبقى اوكسيتوسين. هرمون البرولاكتين له اثر مشجع في اندفاع اللبن، قلت لك طالما قال لك اندفاع اللبن يبقى برضه اوكسيتوسين. طب لو قال لك تكوين وانتاج اللبن يبقى برولاكتين. اكتب المصطلح العلمي، نفس القصه. هرمون له اثر مشجع في اندفاع الحليب من الغدد الثدييه استجابه لعمليه الرضاعه، برضه ده اوكسيتوسين. هرمون يتحكم في نمو العظام، نمو اي حاجه ده هرمون الGH، هرمون النمو. مواد كيميائيه تفرز من الخلايا الحيه في القمه الناميه، يبقى دي الاوكزينات. كلام سهل جدا. استخرج الكلمه الشاذه FSH LH ADH GH. اكيد ADH. ليه ADH؟ لان دول كلهم بيتفرزوا من الجزء الغدي، ADH يفرز من الجزء العصبي. صف ما تدل عليه الصورة مع التفسير. الوصف اللي قدامك ده يوصف عملاقة ويوصف قزامة. عملاقة زيادة هرمون الGH في مرحلة الطفولة، وقزامة نقص الGH في مرحلة الطفولة. ده التفسير يعني تحت. طب الوصف اللي قدامك، الراجل ده عنده زي ما انت شايف تضخم في عظام الوجه واستطالة الأجزاء البعيدة في العظام الطويلة. ده بيصف حالة اسمها أكروميجالي، سببها زيادة هرمون الGH اللي هو هرمون النمو في مرحلة البلوغ. السؤال اللي بعده، شخص قصير القامة جدا وسليم القوى العقلية. أول ما تسمع قلت لك قصير القامة هيجي في بالك حاجة من اتنين، يا إما قزامة يا إما قماءة. القزامة بيكون سليم القوى العقلية، ما عندوش حاجة في عقل، لكن القماءة عنده تخلف عقلي دائم، عنده بلاهة، عنده عته طفولي. هنا قال لك وسليم القوى العقلية، يبقى قزامة. الخلايا اللي توجد بنسبة كبيرة في جزر لانجرهانز. جزر لانجرهانز كانت نوعين من الخلايا، خلايا اسمها خلايا ألفا وخلايا اسمها خلايا بيتا. خلايا ألفا دي قليلة العدد وتفرز هرمون اسمه الجلوكاجون، وخلايا بيتا دي كثيرة العدد وتفرز هرمون اسمه هرمون الأنسولين. هو عايز توجد بنسبة كبيرة يبقى دي خلايا بيتا. يتأثر الكبد في الإنسان بتأثير هرمون الأنسولين، صح؟ ليه؟ لأن الأنسولين كان بيحول الجلوكوز لجلايكوجين، والأدرينالين صح بيحول الجلايكوجين لجلوكوز، والجلوكاجون برضو صح بيحول الجلايكوجين لجلوكوز. يبقى إجابتي جميع ما سبق. الخلل في أيض الجلوكوز والدهون بالجسم صفة تميز مريض البول السكري. كان بيبقى عنده خلل في أيض الجلوكوز والدهون لأن هو عنده أصلا نقص في هرمون الأنسولين، وهرمون الأنسولين هو اللي كان بيتحكم في العلاقة ما بين الجلوكوز والدهون جوه الجسم. يبقى إجابتي مريض البول السكري. زيادة إفراز هرمون الباراثيرمون، لما الباراثيرمون يزيد هيفضل يسحب الكالسيوم من العظم، وده يؤدي لإصابة بحالة اسمها هشاشة العظام. يعني ايه هشاشة العظام؟ قلت لك يعني العظام تبقى معرضة للكسر والانحناء بسهولة. الخلايا الحويصلية، قلت لك يا جدعان لما تسمع خلايا حويصلية انت عندك نوعين من الخلايا الحويصلية في المنهج. خلايا حويصلية شغالة كغدة قنوية، وخلايا حويصلية شغالة كغدة لا قنوية. الخلايا الحويصلية اللي شغالة كغدة قنوية دي بتاعت البنكرياس، واللي شغالة كغدة لا قنوية دي الخلايا الحويصلية بتاعت الغدة الدرقية. يبقى الخلايا الحويصلية اللي بتعمل كغدة لا قنوية يبقى دي بتاعت الدرقية. كل الهرمونات التالية تسهم في ظهور الصفات الجنسية الثانوية في ذكر الإنسان ما عدا، هو قال لك في الصفات. FSH ما كانش ليه علاقة بالصفات، لأن ال FSH كان وظيفته تكوين الحيوانات والأنيبات المنوية. طب ال LH ال LH ده كان بيكون الخلايا البينية، والخلايا البينية بدورها كانت بتفرز التستوستيرون والأندروستيرون، ودول يظهروا صفات الذكورة. يبقى التلاتة دول لهم علاقة بصفات الذكورة، التستوستيرون والأندروستيرون بصورة مباشرة، وال LH بصورة غير مباشرة. طب ال FSH لا من قريب ولا من بعيد. هرمون يضاد عمل الأنسولين، هو الأنسولين كان بيعمل ايه؟ بيحول الجلوكوز لجلايكوجين. يبقى العكس اللي هيحول الجلايكوجين لجلوكوز، مين في دول كان بيحول الجلايكوجين لجلوكوز؟ الأدرينالين والله. يبقى إجابتي الأدرينالين. السؤال اللي بعده، حالة مرضية تنشأ في البالغين بسبب عدم علاج التضخم البسيط. لو انتوا فاكرين يا شباب كنا بنقول في حاجة اسمها مضاعفات التضخم البسيط.
مضاعفات التضخم البسيط دول كانوا حاجتين، يا قماءة يا ميكسوديما. قماءة يبقى ده أثناء الطفولة، وميكسوديما يبقى ده أثناء البلوغ. وهنا قال لك أثناء إيه؟ البلوغ، يبقى ميكسوديما. من الغدة أو الغدد التي لا يتم تنشيطها بالهرمونات، الدرقية لا يا دكتور بتنشط بهرمون اسمه TSH. الجردرقية لا، أمال الجردرقية كانت تحت نسبة الكالسيوم في الدم. المبيض FSH و LH. القذرية ACTH. يبقى كلهم بينشطوا بتأثير هرموني عدا الجردرقية. هرمون يؤثر على عمل الكليتين. قلنا لو انا هتكلم على الكليتين، فالكليتين يؤثر عليهم 3 هرمونات. كم هرمون؟ 3. 2 مباشر ADH والدوستيرون، وواحد غير مباشر ACTH. يبقى عندك مين؟ عند الالدوستيرون. التحليل الهرموني الذي يطلبه الطبيب من رجل يعاني من نقص انتاج الحيوانات المنوية. هو مين اللي كان مسؤول عن انتاج الحيوانات المنوية الانابيبات المنوية؟ FSH. يبقى لما يجي لي اطلب له تحليل ل FSH. يتم تدخل الجراحي لعلاج الغدة الدرقية. فاكر امراض الدرقية؟ لو كان ميكسوديما ولا قماءة كنت بعالج بمستخلصات الغدة الدرقية، ولو كانت الحالة اللي عندي تضخم جحوظي بضطر لاستئصال جزء من الغدة الدرقية. يبقى هنا قال لك استئصال اللي هو التدخل الجراحي، يبقى دي في حالة التضخم مين؟ الجحوظي. هرمون له علاقة بخصوبة الرجل. خصوبة الرجل يا جماعة يعني ايه؟ يعني حيوانات منوية. ومين بتاع الحيوانات المنوية؟ FSH. السؤال اللي بعده، يفرز هرمون نقط من الجسم الأصفر وبطانة الرحم والمشيمة ويسبب ارتخاء الارتفاق العالي. ده كان هرمون اسمه ريلاكسين، من ريلاكس لو انت فاكر، بيعمل ارتخاء. أيهما صحيح بالنسبة لإفرازات غدد البنكرياس؟ هرمون الأنسولين من ألفا؟ لا، هرمون الأنسولين من بيتا. الجلوكاجون من بيتا؟ غلط، الجلوكاجون من ألفا. الأنسولين من الخلايا الحويصلية؟ لا، الجلوكاجون من ألفا صح، قليلة العدد. من هرمونات التمثيل الغذائي وله تأثير معاكس، تأثيران معاكسان. احنا قلنا التمثيل الغذائي أو الأيض ممكن يكون هدم بس، وممكن يكون بناء بس، وممكن يكون الاتنين. له تأثيران معاكسان، يعني له تأثير هدمي وتأثير بنائي في نفس الوقت، وده هرمون اسمه أنسولين. ازاي؟ بنائي كان بيحول الجلوكوز لجلايكوجين، وهدمي كان بيحث على أكسدة الجلوكوز داخل خلايا الجسم. السؤال اللي بعده، جفاف الجلد وتساقط الشعر وهبوط مستوى التمثيل الغذائي صفات لمرض نقط. ده كان كله بيعبر عن مرض اسمه ميكسوديما لو انت فاكر، لان عنده نقص حاد في افراز الثيروكسين، فتلاقي جلده جاف وشعره بيتساقط وعنده تمثيل غذائي منخفض، فعشان كده تلاقيه دايما بردان وتخين. فاكر القصة دي؟ ان شاء الله فاكرها. السؤال اللي بعده، النقص الحاد في افراز الغدة الدرقية في مرحلة الطفولة. النقص الحاد في مرحلة الطفولة يعمل ايه؟ يعمل قماءة. هرمون نقط من الهرمونات المعدنية، ما تكملش معدنية، يبقى الدوستيرون اهو. كلام لذيذ. هرمون نقط يعمل على تقليل نسبة الكالسيوم في الدم. شوف، بيقلل كالسيوم الدم ويمنع سحبه من العظام، ده الكالسيتونين. طب الباراسيرمون عكسه، بيزود كالسيوم الدم ويقلل كالسيوم العظم. يعمل هرمون نقط على مرور السكريات الوحيدية عبر غشاء الخلية لداخلها. كنا بنقول ده وظيفة الأنسولين عدا سكر اسمه الفركتوز. هرمون نقط يؤثر على معدل الأيض الأساسي، ده الثيروكسين. يؤدي نقص هرمون نقط لتشنجات عضلية مؤلمة، هرمون الباراثيرمون. الهرمون المضاد لعمل الغدد الجارات الدرقية هو نقط. المضاد لعمل الجارات الدرقية، هي الجارات الدرقية كانت بتطلع مين؟ باراثيرمون. مين كان بيعمل بطريقة معاكسة للباراثيرمون؟ الكالسيتونين، بتوع الكالسيوم الاثنين. حل لي ال3 أسئلة دول يا ولد، أو كمل أسئلة الاختياري أهو. كمل أسئلة الاختياري عشان نشوفوك هتحل صح ولا لا. استخرج الكلمة الشاذة. الجلوكاجون، أدرينالين، أنسولين، استروجين. نطلع الكلمة الشاذة والله يا عم، تعال نطلع. الجلوكاجون ليه علاقة بنسبة سكر الجلوكوز، والأدرينالين زيه، والأنسولين زيه، الاستروجين ملوش علاقة. يبقى الاستروجين، لأن جميع ما سبق يؤثر على جلوكوز الدم.
الاستروجين، البروجستيرون، الالدوستيرون، الادرينالين. اكيد الادرينالين، لان الاستروجين والبروجستيرون والالدوستيرون كلها هرمونات دهنيه، والادرينالين هرمون بروتين. الكورتيزون والكورتيكوستيرون والالدوستيرون والادرينالين، اكيد الادرينالين، لان دول التلاتة بيتفرزوا من قشرة القذرية، وده بيتفرز من النخاع، او ممكن نقول برضو ان التلاتة دول دهنية وده بروتين. الانسولين، الثيروكسين، نفس القصة. ايه؟ البرولاكتين، لان دول كلهم بيأثروا على نسبة الجلوكوز. طب الثيروكسين بيأثر ازاي؟ الثيروكسين بيأثر عن طريق ان هو بيعمل امتصاص للسكريات الأحادية من القناة الهضمية، وبالتالي يرفع نسبة السكر في الدم. التستوستيرون والكورتيزون والاندروستيرون والاستروجين. التستوستيرون والكورتيزون والاندروستيرون والاستروجين. هو يبقى اكيد يا عم الحاج الكورتيزون، لان التستوستيرون والاندروستيرون والاستروجين كلها هرمونات، برافو عليك، كلها هرمونات جنسية. الاستراديول والكورتيزون والكالسيتونين والالدوستيرون. استراديول ده اللي هو الاستروجين، والكورتيزون والكالسيتونين والالدوستيرون يبقى الكالسيتونين، لان دول كلهم هرمونات دهنية عدا الكالسيتونين هرمون بروتين. الجاسترين والسكرتين والكالسيتونين والكولسيستوكاين، يبقى اكيد الكالسيتونين، لان دول كلهم هرمونات القناة الهضمية عدا الكالسيتونين، ليه علاقة بنسبة الكالسيوم في الدم. هرمون يتم افرازه عند بدء وصول الطعام للمعدة، ده هرمون الجاسترين. هرمونان يفرزان من الامعاء الدقيقة ويؤثران على انزيمات البنكرياس، السكرتين والكوليسيستوكاينين. هرمون يفرز من المعدة للسائلين والجاسترين. خلايا تمثل غالبية جزر لانجرهانز، يبقى دي خلايا بيتا اللي بتطلع الانسولين. يؤدي نقص افراز الجاسترين الى تشنجات عضليه مؤلمه، لا اللي كان بيؤدي نقص تشنجات عضليه مؤلمه ده الباراثيرمون. هرمون ADH له دور اساسي في الحفاظ على توازن المعادن، لا الدوستيرون. هو يعرف هرمون الجلوكاجون بالاستراديول، لا هرمون الاستروجين هو اللي اسمه استراديول. يؤثر هرمون الكالسيتونين على الانقباض العضلي، قلنا لان الكالسيتونين يعمل على تقليل نسبه الكالسيوم في الدم عن طريق ان هو بيرسبه في العظام ويمنع سحبه من العظام. الخلل في افرازات قشرة القذرية ترتب عليه خلل الصفات الجنسية الثانوية. لان قشرة القذرية تقوم بافراز مجموعة من الهرمونات الجنسية، لابد ان يكون هناك توازن ما بينها وبين الهرمونات الجنسية الاصلية. لو حصل خلل كنت اقول لك تلاقي اعراض الذكورة تظهر على الناس والعكس. اذكر مكان ووظيفة هرمون الجلوكاجون. يتفرز من خلايا الف، يرفع سكر الجلوكوز في الدم، بس بيرفعه الى الطبيعي اللي هو بيتراوح ما بين 80 ل 120 عن طريق ان هو بيحول الجلايكوجين الكبدي للجلوكوز. ده كان اصعب سؤال في 24. القاعدة اول ما تشوف مخطط زي اللي قدامك ده اهو، ابدأ من حيث بدأت المعلومات. ابدأ منين؟ ابدأ من حيث بدأت المعلومات. المعلومات بدأت منين؟ المعلومات بدأت بضمور في الخصي اللي هو ضمور الغدد الجنسية. ضمور الغدد الجنسية ده كان بيحصل في حالة تورم قشرة القذرية. يبقى أكيد الغدة الصماء 2 دي قشرة القذرية لما تورمت طلعت هرمونات جنسية أو شبيهة بالجنسية كتير، فحصل ضمور. طب قشرة القذرية مين اللي كان بيأثر عليها؟ شوف أنا جايبها منين؟ من حيث بدأت المعلومات. هرمون ألف، يبقى ده ACTH. طب ال ACTH ده كان بيطلع منين؟ من الفص الأمامي للنخامية. يبقى اكيد ده لو ده الفص الامامي يبقى ده الخلفي. طب الخلفي كان بيطلع هرمونين ADH واوكسيتوسين. مين فيهم كان بيأثر على النسيجين مختلفين؟ ال ADH مره بيأثر على نفرونات الكليه، ومره بيأثر على عضلات الملساء في الاوعيه الدمويه. يبقى اكيد جيم ده ADH. عرفت ازاي؟ عشان مره اثر على نسيج ومره تانية اثر على نسيج مختلف. طب الاوكسيتوسين في كلتا الحالتين كان بيأثر سواء في الثدي او في الرحم على العضلات. يبقى الغده الصماء 1 النخامية. طب و2 قشرة القذرية. الهرمون ألف ACTH، والهرمون ج ADH، والهرمون ب الهرمونات الجنسية اللي طالعة من قشرة القذرية. طب والنسيج الآخر؟ قلنا النسيج ده النفرون الكلية. طب والنسيج الآخر الأوعية الدموية أو العضلات الملساء اللي موجودة في جدران الأوعية الدموية. والله سؤال سهل جدا.
تعالى بقى يلا بينا نخش مع بعض على المقال. هرمون يؤثر على جزء فقط من غدة صماء ACTH كان بيأثر على قشرة القذرية بس. هرمون يضبط الضغط الاسموزي لخلايا الجسم ADH عن طريق انه كان بيعمل اعادة امتصاص المياه من نفرونات الكلية. هرمون يلعب دورين متضادين في ايض، دورين متضادين في الايض لسه قايلينه اللي هو الانسولين، بيعمل هضم ويعمل بناء الاثنين. هرمون ينبه افراز عصاره تهضم البروتين فقط، تهضم البروتين بس، يبقى الجسترين كان بيطلع عصاره اسمها العصاره المعديه من تانية سنه وكان بتهضم البروتين بس عشان انزيم البيبسين. هرمون يحفز امتصاص السكريات الوحيديه من القناه الهضميه، ده هرمون الثيروكسين. هرمون يسبب نقص افراز شد عضلي مؤلم، اكيد ده باراثرمون او تشنجات عضليه. خلايا غديه صغيره تحافظ على ثبات مستوى السكر في الدم، دي جزر لانجر هانز. هرمونان ينظمان نسبه الكالسيوم في الدم، باراثرمون وكالسيتونين. جزء من غده صماء اذا تورم يؤدي الى ضمور الغدد الجنسيه، قشره القذريه. هرمون يلعب دور مهم في الحفاظ على مستوى المعادن، الدوستيرون. مواد كيميائية تتحكم في تفتح الأزهار ونضج الثمار، الأوكسينات. غدة تتحكم في إفراز معظم الغدد الصماء الأخرى، النخامية، عشان كده كنا بنسموها المايسترو أو السيدة. هرمون يتحكم في معدل إفراز الثيروكسين، TSH، المنبه للغدة الدرقية. هرمونان مسؤولان عن استجابة الجسم في حالات الطوارئ، الأدرينالين والنور أدرينالين. حالة مرضية يصاب بها الفرد نتيجة زيادة إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة، دي العملقة. حالة مرضية يصاب بها الفرد نتيجة زيادة الثيروكسين، تضخم جحوظي. حالة مرضية يصاب بها الفرد نتيجة زيادة إفراز في مرحلة البلوغ، أكروميجالي، سهلة. حالة مرضية يصاب بها الفرد نتيجة نقص إفراز الثيروكسين في الطفولة، القماءة. طب حالة مرضية يصاب بها الفرد نتيجة نقص هرمون النمو في الطفولة، قزامة. طيب حالة مرضية يصاب بها الفرد نتيجة نقص إفراز الثيروكسين في البلوغ، ميكسوديما. هرمون يعمل على تنظيم التغيرات الدموية في غشاء الرحم لاستقبال الجنين، ده هرمون الحمل اللي هو البروجستيرون. غدد لا قنوية ذات إفراز داخلي تصب إفرازاتها في الدم، دي الغدد الصماء. غدد تتكون من جزء غدي قنوي وآخر لا قنوي، دي الغدد المشتركة. مواد كيميائية عضوية تكونت داخل الغدد الصماء، دي الهرمونات. منطقة بالمخ تحتوي على خلايا عصبية مفرزة، يبقى دي يا عم الحاج منطقة تحت المهاد. مواد كيميائية تؤثر على العمليات الوظيفية في جميع خلايا أنسجة النبات، الأوكسينات. كلام سهل جدا يا شباب والله. السؤال اللي بعده، تفرز الأوكسينات النباتية من الساق؟ لا، الأوكسينات بتفرز من القمة النامية. يحتوي الغشاء المخاط المبطن للمعدة على غدد تفرز السكرتين، المعدة لا، الجسترين. ينشط هرمون FSH عمل قشرة القذرية، لا، هرمون ACTH. يحافظ الباراثرمون على مستوى الصوديوم لا مستوى الكالسيوم. يفرز هرمون الجلوكاجون من خلايا بيتا، لا، الجلوكاجون البيتا دي كانت بتطلع الانسولين والجلوكاجون بيطلع من الفا. يزداد تركيز البول وتقل كميته، مين اللي كان بيتحكم في تركيز البول وكميته وكذلك الدم؟ ADH. تتكون الهرمونات السكرية في منطقة تحت المهاد، لا، الهرمونات العصبية اللي هي ADH والأوكسيتوسين. يتأثر نشاط الغدة الدرقية بكمية الصوديوم، لا، بكمية اليود عشان الثيروكسين. اعتبر العالم بويسون، ده اتلغى، ماشي. نقص إفراز هرمون الأنسولين يسبب الجويتر البسيط، لا، بيسبب البول السكري. يساعد هرمون الألدوستيرون على إعادة امتصاص البوتاسيوم، لا، إعادة امتصاص الصوديوم ويطرد البوتاسيوم. يساعد هرمون النور أدرينالين خلايا الجسم على أكسدة الجلوكوز لإنتاج الطاقة، اللي كان بيحفز خلايا الجسم على إنتاج الطاقة هو الأنسولين. استخرج الكلمة الشاذة، احنا حلناه هناك في السنوات السابقة، هم يعني هتلاقيش في اختلاف. السؤال الخامس، علل سكان الشواطئ أكثر نشاطا من سكان الصحراء، لأن سكان الشواطئ هتلاقي عندهم الثيروكسين عالي شوية عشان اليود عالي،
على عكس سكان المناطق الصحراوية. بعض النساء يكون صوتها غليظ مع وجود شعر بالوجه اللي هو ظهور صفات الذكورة، يبقى بسبب خلل في الهرمونات الجنسية التي تفرز من القذرية أو من قشرة القذرية. يعاني مريض السكر من الخمول وقلة النشاط. ليه؟ قلنا لأنه عنده نقص في الأنسولين، وبالتالي خلايا جسمه مش قادرة تستفيد من الجلوكوز. يبقى لعدم قدرة خلايا الجسم على الاستفادة من أكسدة الجلوكوز للحصول على الطاقة. تاني، لعدم قدرة خلايا الجسم للاستفادة من أكسدة الجلوكوز للحصول على الطاقة عشان نقص الأنسولين. يمكن اعتبار المشيمة غدة صماء مؤقتة لأنها تقوم بإفراز هرمون الريلاكسين في نهاية الحمل، والذي يعمل على ارتخاء منطقة الارتفاق العادي. يزداد إفراز هرمون الجلوكاجون أثناء الجوع ليعمل على رفع نسبة سكر الجلوكوز في الدم للمستوى الطبيعي. للغدة النخامية دور هام في النضج الجنسي للذكر والأنثى، لأنها كانت بتفرز هرمون اسمه FSH وهرمون LH، وهما ضروريان لاكتمال التكوين الجنسي لدى الفرد. يمكن اعتبار القناة الهضمية غدة مختلطة. قلت لك أي حاجة لو قلت لك عليها غدة مختلطة يبقى عندها جزء غدي قنوي وجزء غدي لا قنوي. الجزء الغدي القنوي ده بيفرز العصارة الهاضمة، والجزء الغدي اللا قنوي ده بيفرز الهرمونات. مريض الميكسوديما لا يتحمل البرودة بسبب انخفاض مستوى التمثيل الغذائي. يعاني مريض السكر أحيانا من النحافة المفرطة بسبب نقص الأنسولين، والذي كان يعمل على تحويل الجلوكوز إلى دهون. يحافظ هرمون الألدوستيرون على توازن المعادن لأنه يعمل على إعادة امتصاص الصوديوم ويطرد البوتاسيوم. يطلق على الغدة الصماء رئيسة الغدد لأنها تعمل على تنشيط معظم الغدد الصماء الأخرى. يعتبر البنكرياس غدة مختلطة ومشتركة، نفس القصة بتاعة القناة الهضمية. يعاني مريض البول السكر من تعدد مرات التبول والعطش. قلت لك بسبب انخفاض مستوى سكر الجلوكوز، الأنسولين قصدي. فلما الأنسولين بيقل جلوكوز الدم بيزيد، فالجسم عشان يتخلص من الزيادة يقوم مطلعه مع البول، وده بيصاحبه خروج كميات كبيرة جدا من المية، فتلاقيه بيعاني من تعدد مرات التبول وتعدد مرات العطش. تعتبر الغدة الدرقية غدة النشاط والحيوية، قلنا لأنها تقوم بإفراز هرمون الثيروكسين، والذي يعمل على أو يتحكم في معدل الأيض الأساسي اللي هو تحديدا الهدم. يؤثر الجزء العصبي من الغدة النخامية على الجهاز الإخراجي، لأن الجزء الغدي العصبي النخامية كان بيطلع هرمون اسمه ADH، وده كان بيروح على نفرونات الكلى يعمل إعادة امتصاص للمية. حدوث هشاشة العظام، قلنا بسبب زيادة إفراز هرمون الباراثرمون. يستخدم خلاصة الفص العصبي الغدة النخامية في حالات الولادة المتعثرة، لأنه يحتوي على هرمون الأوكسيتوسين، والذي يعمل على زيادة تقلصات عضلات الرحم ويزيدها بشدة في نهاية الحمل لتسهيل عملية الولادة. وجود وعاء دموي ملصق للغدة الصماء، قلنا لأن الغدة الصماء غدة لا قنوية تصب إفرازاتها في الدم مباشرة. كلام جميل جدا. تعالى بقى سؤال، ماذا يحدث؟ يحصل ايه لو جلوكوز الدم زاد عن 120؟ هيزيد هرمون الأنسولين عشان يرجعه للمستوى الطبيعي. طب يحصل ايه لو حققنا شخص بهرمون ال ADH؟ يزداد ضغط الدم لسببين، لان ال ADH ده هيعمل اعادة امتصاص للمية من نفرون الكلية فيزود حجم الدم فضغطه يزيد، وكمان ال ADH ده هو بيعمل الانقباض في العضلات المسال الموجودة في جدران الأوعية الدموية. إزالة المبيض من امرأة حامل في شهرها الأول، هنقول له على حسب، لو كان المبيض ده هو اللي أنتج البويضة يعني في الجسم الأصفر يبقى يحصل إجهاض. ليه؟ لأن الجسم الأصفر المفروض في الحمل بيضمر بعد نهاية التالت. طب لو المبيض اللي احنا شلناه مش هو اللي أنتج البويضة يستكمل الحمل عادي. نقص إفراز هرمون الألدوستيرون، هو الألدوستيرون كان بيعمل على إعادة امتصاص الصوديوم ويطرد البوتاسيوم، فلما الألدوستيرون يقل إيه اللي يحصل؟ صوديوم الدم يقل وبوتاسيوم الدم يزيد. نقص نسبة السكر عن المعدل الطبيعي، المرة دي بقى يزيد الجلوكاجون عشان يرفعها المعدل الطبيعي. نقص هرمون الريلاكسين قبل وأثناء الولادة، تعثر في عملية الولادة. اختل توازن الهرمونات الجنسية المفرزة من الغدد المختصة والأخرى المفرزة من قشرة القذرية، ساعتها تظهر أعراض الذكورة على الإناث والعكس.
طب يحصل ايه لو تورمت قشرة القذرية؟ ده ساعتها يحصل ضمور في الغدد الجنسية. غياب الخلايا البينية من خصة ذكر إنسان. هو الخلايا البينية كانت بتطلع التستوستيرون والأندروستيرون، فلما تغيب لن يتم إفراز التستوستيرون والأندروستيرون، وبالتالي تغيب صفات الذكورة. طب يحصل ايه عند قطع الاتصال العصبي بين البنكرياس وغيره من الأعضاء؟ يستمر البنكرياس في إفراز العصارة البنكرياسية، ولكن وصولها قلنا بيتأخر لأن تحكم الجهاز العصبي أسرع من الهرموني. توقف الغدة الدرقية عن إفراز الكالسيتونين، ده يحصل ايه؟ يؤدي لنقص نسبة الكالسيوم في العظام، فتصبح العظام هشة معرضة للانحناء بسهولة. نقص افراز هرمون الانسولين، بول سكري، لان الجلوكوز في الدم هيزيد وبالتباع هيزيد في البول فيصاحبه خروج كميات كبيرة. نقص عنصر اليود في الغذاء والماء والهواء، نقص افراز هرمون الثيروكسين وبالتالي اصابة بالتضخم البسيط. زيادة افراز هرمون الباراثيرمون، ده يؤدي الى اصابة بهشاشة العظام. طبعا كالعادة قارن هتحله، والمتنوع ده احنا حلناه قدام كده. يا صديقي وصلنا لنهاية الملف المجمع الهرمونات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.